عربية النهاردة عملت مشاكل عائلية كبيرة جدا. يبقى الراجل من دول واخد المدام والأولاد ونازل يشتري عربية، وهو في المعرض بيتمشى إذ فجأة يقابل القطة اللي جنبنا دي ويقول لك والله ما همشي إلا بيها ومش هشتري غيرها. يا عم وحد الله، أنت بتقول إيه؟ ده أنت عندك 5 أولاد وأمهم، هتقعدوا فين؟ يقول لك لا أنا مش ماشي إلا بدي، وهم يبقوا يركبوا أوبر. عربية النهاردة هي كوبرا ليه، صاحبة الأداء الرياضي، صاحبة التصميم الجذاب، صاحبة الشكل اللي ما يختلفش عليه اتنين، والاوبشن اللذيذ والمساحات الحلوه مع انها عربيه هاتشباك. تعال نشوف كوبرا ليون بتقول ايه. قبل ما نبتدي كلامنا فانت عارف ان كوبرا هي الفرع الرياضي الفاخر من سيات، وده كان الاول يعني، دلوقتي كل واحد في حاله، بس يعني بعرفك يعني. كوبرا ليون بتتقدم بنفس موتور المجموعه ال 1400 سي سي تيربو، ال 150 هورس باور، 250 نيوتن متر، ومتوصل بفتيس ايسن من 8 نقلات. انا حاسس ان فيديوهاتي كلها بقت 1400 تربو، 150 هورس باور، 250 نيوتن متر. ما هو الموتور ده متجرب في 11 عربيه، فما تقلقش منه. عربيات المجموعه كلها شغاله على الموتور ده. بس هنا بقى بيفرق في حاجه، ان العربيه دي اقل واحده فيهم بتستهلك بنزين، واسرع واحده فيهم في الاداء. ده غير ان العربيه دي بينزل منها نسخه 2000 سي سي تربو متوصل بفتيس دي سي تي 7 سبيد. متخيل بقى الاداء مع ال 2000 تربو هنا هيبقى عامل ازاي؟ بس خلينا في ال 1400. عربيه نازله بشويه كماليات حلوه، عندك اضاءه فول ال اي دي اماميه وخلفيه، وفوج لايت من ال اي دي، وسنسورز اماميه وخلفيه، ولوجو كوبرا الجاذب للانظار في نص الشبكه، وعندك جنود تو تون، واللون المميز اللي احنا بنصوره النهارده اللون الرصاصي او زي ما بيسموه ريناردو جراي. اللون ده مكسر الدنيا، ده اصلا سبب الخناقات كلها. مرايات ضم كهرباء واشارات في المرايات، فتحه سقف بانوراما واخده السقف كله، يعني بص فاضل الحته اللي هي بتاعت الاريال، انما فتحه السقف دي بصراحه عظمه. كيلس انتري، وهنخش جوه. ثواني استناني بس ما تستعجلش، انا مش عايزك تستعجلني عشان الفيديو ده حلو. تعالى بقى في التصميم الخلفي، بص الحلاوه، بص الجمال، بص اللايت بار، كل ده بينور بالليل، كل ده بيتحول بالليل. العربيه دي بالليل حاجه تانية غير احنا ما بنصور دلوقتي، سواء من قدام او من ورا. لوجو كوبرا كمان محطوط هنا، واسم كوبرا باللون الاسود، وتفتح الشنطه من اللوجو. لما تفتح هتقابل شنطه 380 لتر، مساحه حلوه على عربيه هاتشباك، ومساحه لذيذه، والكراسي دي تقدر تنزلها لو انت عايز مساحه تانية اكتر. وطبعا عندك سنسور خلفي، وعندك فتحتين اكزوست، وعندك الاكسدام الخلفي يعني بامب ضخم شويه كده، مدي شكل رياضي وشكل لذيذ جدا. نفتح بقى نشوف المساحات الخلفيه، وهنلاقي ميكس حلو ما بين فرش عليه تطعيمات خياطه باللون يعني مش عايز اقول اصفر، هو مش اصفر بس هو قريب ليه يعني، ده لون اللوجو عموما يعني. المساحات اللي جوه حلوه على عربيه هاتشباك. سيبك من الكرسي بتاعي، انا قلت لك انا بقعد كده، برجع الكرسي على الاخر، ما تشغلش بالك بيا. وفتحات تكييف خلفيه، وليها زون منفصل تقدر تتحكم في درجه الحراره اللي انت عايزها. نقفل بقى فنان، وتعالى نخش جوه العربيه ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا يا معلم. لا مش هنخش من هنا، مش عارف ايه اللي جابني. تعال نخش من الناحيه الثانيه يا معلم. دخلنا بقى من جوه، وبص بقى السهوله في الاستخدام. اولا انا عندي ستارت ستوب انجن، وعندي فتيس شيفت باي واير الثمان نقلات اللي اتكلمنا عنه، وعندي الالكتريك هاند بريك او فرامل اليد الكهرباء. بص بقى كده انا هعمل ايه، هندور العربيه كده، هنجيب العربيه على الدي كده، هننزل فرامل اليد وهننطلق كله في مكان واحد. ستيرنج ويل لذيذه ورياضيه، ولوجو كوبرا طبعا اللي قلب الدنيا. تحكم في الطاره ومثبت سرعه هنا، بدل شيفترز، شاشه وسطيه كبيره تتحكم منها في كل حاجه ليها علاقه بالعربيه، بتعرف استهلاك الوقود، بتعرف العربيه لو فيها مشكله بتنبهك، بتتحكم كمان في التكييف من خلالها، وبتشوف الكاميرا الخلفيه، وعدادات ديجيتال لذيذه وحجمها حلو وموضحه لك كل حاجه، انت مش محتاج اكتر من كل حاجه بقى يا ريس في العربيه تاتش. بص معايا، انا عايز افتح النور ده، هروح ممشي ايدي كده، النور اتفتح، همشي ايدي كده اتفتح، همشي ايدي كده اتقفل، همشي ايدي كده اتقفل. فتحة السقف هعمل ايدي كده فتحت كلها اهي، هعمل ايدي كده تقفل كلها اهي. يعني بص يا باشا، انت جاي هنا تمشي ايدك كده وكده. وعندي هنا شاحن وايرلس، ومساحات بقى تخزين كاب هولدر، وهنا عندي مساحه تخزين برضو لذيذه، والدنيا حلوه جوه، والمساحه حلوه. بص انا رجلي مفروده ازاي، بص شايف انا قاعد مرتاح في عربيه هاتش. عموما انا ما بحبش العربيات الهاتشباك، بس انا قاعد مرتاح، ودي احسن عربيه هاتشباك في مصر لحد دلوقتي. الكرسي اللي انا قاعد عليه ده كهرباء، وكرسي رياضي، ما اعرفش هو باين من الكيس ده ولا لا. كرسي الديزاين
الديزاين بتاعه رياضي، اول ما بتقعد بتحس ان حد خدك بالحضن. الكراسي دي كمان بتدعم التسخين، ودي حاجه هتفيدك في الشتاء. وعندك الطاره دي فيها تسخين من الزرار ده، هتفيدك برضو في الشتاء. الطاره دي تقدر تدفيها وتسخنها. عايز اقول لك الساوند سيستم كمان من شركه بيتس يا جماعه. نخش بقى على وسائل الامان. العربيه دي فيها ايرباجز في كل مكان، والاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي وبعض من وسائل مساعده السائق. واخده 5 نجوم في اليورو انكاب، واخده 5 نجوم في اختبارات الامان الاوروبيه. ده طبيعي يعني، ما هي عربيات المجموعه كلها واخده نفس ال5 نجوم. ده يا سيدي كل اللي انت كنت محتاج تعرفه عن كوبرا ليون اللي قلب الدنيا واللي الناس كلها بتجري وراه. وزي ما قلت لك، لو هتقول لي رشح لي عربيه هاتشباك اركبها، رقم 1 كوبرا ليون احسن عربيه هاتشباك في مصر دلوقتي. وما تنساش بقى تكتب لي في كومنت محتاج عربيه ايه المره اللي جايه، وما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. وكان معاكم محمد الباشا، سلام.